2008 بالظبط، عن طريق صديق ليا في مصر، صحفي ناقد صحفي، امجد مصطفى. احنا كاصدقاء بنتكلم مع بعض، يعني دايما بحكي معاه احنا في عندنا مشكله، مش فاهمين بعض يعني موسيقيا وحتى وطنيا مش فاهمين بعض. المسيحي مش عارف المسلم بيعمل ايه، والمسلم مش عارف المسيحي بيعمل ايه. فقعد كصديق ليا بنتناقش مع بعض. قلت له نفسي نعمل حاجه زي كده، نجيب يعني حاجه مشتركه بالمزيكا بتاعتنا، نكون حد عندنا زي الشيخ الهلباوي، حد من الكنيسه. فالفكره هو بالنسبه له تشجع بيها. قلت له بص انا هعمل فكره كده زي تيست في مسرح دي لاسال، هأجره واروح اعمل تيست هناك، وهنعمل بامفلت بسيط نوزعه في المترو وهنشوف رد الفعل ايه. فعلا أجرنا مسرح دي لاسال وعملنا كده فعلا. وهو جه الحفلة حضرها وشجعني من ساعتها، قال لي لا دي لازم نعملها صح. وساعتها كان مدير دار الأوبرا أو رئيس دار الأوبرا الدكتور عبد المنعم كامل الله يرحمه، وهو راح بنفسه معايا وكلم الدكتور عبد المنعم وشرح له الفكرة. الدكتور عبد المنعم ساعتها رحب بالموضوع، وحتى ادانا على طول المسرح الكبير 2008. هنعمل حفلة 2009، وفعلا جهزت الحفلة من 2008 2009. عملنا حفلة في 2009 كان المسرح كومبلي، كان بمشاركة ماهر فايز، الشيخ الهلباوي، وابن الشيخ الهلباوي علي الهلباوي، والأستاذ علي حجار كضيف شرف، فرقتي الألمانية ساعتها. وكان معايا من مصر حسام شاكر، وكان معايا من مصر عازفين مصريين على الإيقاعات، والفرقة الألمانية بتاعتي. ولقينا الموضوع نجح لأن الجمهور مشتاق لده، مشتاق يسمع موسيقى مصرية حقيقية، ومشتاق يشوف نفسه في المزيكا اللي بيسمعها، يعني يحس بنفسه زي أي واحد فينا بيحب يقول عليه احنا باللغة الموسيقية السلطنة، وتكون عليها كمان روحانية في الموضوع أحلى بكتير. فده التطور اللي حصل في الفكرة. كنا دايما بنعمل بروفاتنا بشكل محسوب، احنا عايزين كام دي بي، هنطلع كام اوت، عندنا كام تشانل، عايزين نحط ايه بلاي باك. كنا اشتغلنا 3 شهور ببلاي باك، وبعد ما شفنا ان احنا احلى من البلاي باك لغينا البلاي باك، يعني شفنا نفسنا احسن. بتاع الايقاع شغال دايما بان اير مونيتور، شغال على حاجه اسمها كليك التيمبو، عشان يكون التيمبو بتاعنا ما فيهوش ولا همسه ناقصه ولا زايده، فهو كان بيقود الايقاع.
المايسترو شغال على كليك، يعني احنا كلنا شغالين على كليك في ودانا، شغالين سينك مع كليك طول الحفله. حتى لو احنا خدنا امبروفيزيشن، قسمنا في النص 16 مزوره وانا سرحت وعملت 4 موازير زياده مثلا، فاحنا عارفين احنا شغالين على كليك، على وحدات، الوحده مكونه من 4 كليك، فكل الوحدات دي محسوبه في الدماغ، يعني احنا شغالين واحنا حاسين ده، بس اتمرنا على ده عشان احنا كلنا اونلاين مع بعض. وحصل التقارب ده، وقعدنا مع بعض وعشنا مع بعض، والتعايش المشترك 6 شهور خلونا نعمل حاجه متجانسه، وانتوا كان حسيتوا على المسرح احنا فاهمين بعض كويس. واستخدمت آلات جديدة على المجتمع المصري أو المشاهد في مصر أو المستمع في مصر، آلة الدودوك الأرمنية. والآلة دي صعبة جدا لأنها بتحتاج لنفخ كتير جدا، وبتطلع صوت بشكل هادي خالص، يعني كريشندوس. فكان التعاون ازاي مع الآلة دي بشكل مايكنج يطلعها الكوردات تكون سنداها، والمستمع اللي قاعد بيحس بحلاوة الآلة دي بشكل مش أرمني ومش تركي، حاجة مصري. زائد آلة اسمها تشابمان ستيك اللي هي ميكس بين الجيتار والبيس جيتار. وقدمنا كذا حاجة، قدمنا الإيقاعات مختلفة، جربنا إيقاعات مش كتير في مصر، يعني إيقاع 5/8 7/8 11/8 13/8 اللي هو إيقاع اسمه الظروفات. قدمنا الإيقاع ده مش في الموسيقى العربية معروف، لكن مش مستخدم في النوع ده من الجاز، يعني نخلط إيقاعات 13/8 مع جروف جازي، ونغير 11/8 وبعد كده نخش على 9/8 أحادية، وبعد كده نقسم، وبعد كده نعمل جروف. ده هو ده الخلطة اللي احنا كنا حريصين ان احنا نقدمها بشكل مظبوط، مكتوب، كل حاجة مكتوب. كمان أشركنا معانا آلات كلاسيك، الأوبوا والفلوت، بيقولوا في الريبرتوار نفس الصوت زي العمل الكلاسيك بالظبط، ان يكونوا حاجة اسمها دول فويسنج. أوبوا وفلوت بيقولوا نفس الخط، بيقروا نفس الخط في نفس الوقت في 16 مزورة، وفي 16 مزورة اللي بعديها الأوبوا بتقول الهارموني بتاع الفلوت مع الدودوك مع العود مع القانون. فده كان الفكر بالظبط، يعني في كل حاجة احنا حاسبينها.
المستمع الالماني بيسمع هارموني وبيسمع بالعود سوليست او السولو العود بيكون مكتوب على الهارموني الغربي المكتوب، وده كان صعب جدا في مقطوعه اسمها لاسوا بوكا. المقطوعه دي مكتوبه بارتات يعني بارتس ريبرتوار، مكتوبه للفيولا، مكتوبه للسترينجز، مكتوبه للفلوت والاوبوا. العود عشان يعزف هنا في الحته دي بالذات لازم يكون الانتونيشن بتاعه التيوننج نت، يعني يكون فعلا نت علشان ما يحصلش ديزونانس في الصوت اللي طالع، لان بتشتغل على سي سول ولا لا. فلو احنا عندنا فرق في الانتونيشن همسه هيطلع نشاز صعب. فده كان بالنسبه لي انا كعازف عود تحدي غير عادي، ان انا احاول اجيب الانتونيشن النت في الجو بتاع المسرح. عندك اضاءه سخنه، يعني اضاءه بتدي سخونه، عندك هوا جاي من بره، فبحاول اظبط ده بايدي الشمال على قد ما اقدر عشان الانتونيشن يطلع صح. ده في التسجيل سهل ان احنا نظبطه، لكن في اللايف كان صعب جدا. المستمع الالماني اللي بيسمع الهارموني اللي شغال ده الكلاسيك اللي مكتوب له بارتس، وبيسمع آلة شرقي بتقول بالظبط حاجة فيها شرقي بس صح بالنسبة له، ما فيهاش ربع تون، فبيحس ان في نفحة شرقية في الحكاية بس مش غريبة عليه. وعشان اقول لك بصراحة كان التيست بتاعي مراتي في البيت وابني موسيقي، فكنت دايما اعمل تيست في البيت واجرب في حاجة هنا ملاحظينها صح، ايه رأيكم؟ وده كان التيست درايف بتاعي عشان انا اعرف انا واصل لمراتي وابني، لو مش واصل لهم هم مش عارف اوصل لحد بعد كده. الهدف نشأ بعد 30 يونيو، يعني تبلور بشكل غير عادي. انا جالي احباط قبل 30 يونيو لدرجة ان انا عييت. كنت دايما اكلم صديقي امجد مصطفى في مصر، وفعلا كنت دايما على طول كل اسبوعين معاه، حاسس شايف دم في الشوارع، شايف بلد بتروح مني وانا متشعبط فيها مش عايزها تروح. فده كله كان بيديني نوت جديدة، نوت كنت بشوف فيها البلد عندي بين مزار وانا صغير، بشوف المجتمع اللي كنت عايش فيه، بقى
شايف المولد اللي انا اتربيت فيه، شايف الكنيسه، شايف كنيسه بتتحرق ومش عارف مين اللي حرقها. وانا مش عارف الاهلي ما يحرقوش كنيسه. بتكلم عن اهلي مسلمين ومسيحيين، استحاله، متربي وسطيهم. فاحنا في الصعيد عارفين بعض، يعني كعائلات نعرف بعض. لما بسأل حد مين اللي حرق، ما يعرفوش مين اللي جه، يعني هم شايفين الناس دي غريبة اللي جت عندنا البلد. فبالنسبة لي كان حاجات كلها انبوتس بتخش في دماغي. قلت لما احس ان احنا هنقف على رجلينا، انا عليا نادر ان لازم انزل مصر واعمل حفلة عن مصر، الناس تشوف فيها المولد والميلاد، تشوف فيها. انا على فكرة يعني في ناس كتير ما تعرفش انا مسيحي ولا مسلم، يعني كتير جدا من اصدقائي كمان الموضوع ما جاش اصلا في الحديث، يعني ما حصلش سنوات كتير. قلت نادر عليا ان انا نشوف المولد والميلاد ده في عمل فعلا مشترك، وهو داخل فيه موسيقيين المان. ليه؟ علشان بعد 30 يونيو حصل عملية من التشويه لمصر بشكل غير عادي في ألمانيا بالذات وفي أوروبا. وصدقوا الكلام اللي انتوا تسمعوه في مصر، ان فعلا في منظمات هدفها تشوه سمعة مصر. المنظمات دي مدفوعة، الكلام ده مش مبالغة، انا عايشه وعارفه وشايفه وعارف مين اللي ورا الكلام ده. بيدفعوا كتير جدا عشان يشوهوا اي حاجة بتحصل في مصر. وده كان بالنسبة لي الحافز الاول، لان انا على الاقل اقول لا، مصر مش كده، اهلي مش كده، اهلي غير كده خالص. والحكومة الألمانية كانت هترفض انها تساعدني، واي منظمة ألمانية كانت مش هتساعدني. مفيش غير شركة الطيران اللي ساعدتني وحاولت تساعدني ان اجي مصر واعمل الطيران، شركة الطيران الألمانية. لكن اللي احنا شايفينه في ألمانيا في تشويه غير عادي عن مصر، اللي هي حاولوا يسوهوا صورتها في اول ثورة 30 يونيو. في 30 يونيو حاولوا يحرقوا كنايس، شوفوا الاباط يا عيني متبهدلين. طبعا انا عايش وسطيهم، يسالوني انتوا متبهدلين؟ لا طبعا مش معناها عايشين وسطيكوا، هو المشكله بس الناس اللي حرقت دي مش احنا. اللعبه دي فشلت. اللعبه الثانيه بعد كده حصل موضوع اعتقد الصحافه، حريه الصحافه، وفشل. وبعد كده جه حريه المسلمين الجنسيين وفشل، لان احنا عندنا قيم في مصر. والمخطط بيفشل لان احنا في عندنا وحده متالفه في البلد. الوحده دي بالطبيعه المصريه صعب انك تخترقها. حتى انت بتحاول تخترقها بشكل علمي مدروس من الغرب، هم مش فاهمين اصلا الشخصيه المصريه شخصيه معقده جدا، تركيبتها مركبه، صعب الاختراق حضاريا. انا بشكر التلفزيون المصري ان هو قناة تانية، وبشكر احنا اول ما خرجنا اطلعنا على التلفزيون المصري، وكان تصوير الحفلة من التلفزيون المصري. انا اتفاجئت بده، اتفاجئت بقمة الاحتراف في التصوير وفي الاخراج.
ان المخرج عارف بيروح فين، بيصور مين بيعزف سولو. ده بالنسبه لي حاجه كانت مفاجاه، انا مبسوط جدا بيها. وانا واثق ان العمل ده هيشوفوه في اوروبا وفي امريكا ناس كتير وفرحانين بيه زي ما احنا فرحانين بيه. بشكر جمهور مصر وبشكر الاعلام المصري. ان انا حاسس بتغير غير عادي، انا حاسه بنفسي يعني. مش بشكر حد شخص معين بس. الاعلام مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من البلد، نخلي بالنا من حبنا لبعض كمجتمع. وده اللي باقي لنا، احنا باقيين لبعض، محدش باقي لنا احنا. محمد جنب مينا ده شيء عادي احنا متربيين فيه، لكن حتى محمد واحمد يحبوا بعض برضه، مش محمد ومينا بس. شكرا.